ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمه اشتراك تحت الفيديو. ويلا بينا نبتدي الفيديو. النهارده كده فيديو جديد وحلو كده وخفيف. ولو كنت زهقتي من اي نوع اكل ومش معاكي حق امكانيات تجيبي مثلا لحوم او فراخ، ونفسك تعملي حاجة حلوة للعيال، تعالي اقولك الوصفة دي حلوة قوي ومش هتكلفك خالص كده. تعالي نشوف هنعملها ازاي. كمان اكلة صيامي، يعني لو في صيام تقدري تاكليها، واقتصادية وحلوة قوي. هنعمل كده مكرونة بشاميل، بس هنعمل الحشو بتاعها المرة دي بفول الصويا. تقدري تشتري كده حبة ب5 جنيه، ب10 جنيه، ب15 جنيه، ب20 جنيه، زي ما تحبي وزي ما انت عايزة تعملي كمية هتجيبي. انا جبت حوالي مش فاكرة يعني بكام، بس اخدت منهم جزء اللي انا اشتريت بيه. انا جبت ب15. عملوا معايا 3 مرات، يعني كل مرة عملت صينية كبيرة ب5 جنيه. قطعت كده بصلايه كده حلوه زي ما انتم شايفين، بصلايه كده كبيره. بحب جدا لما باجي اجيب البصل، يعني بنجيب كميه كبيره، يعني شويه حلو كبار، شويه وسط، شويه صغير، عشان لو هاخد منهم للاكل اخد الصغير، والوسط لو حاجه محتاجاها وسط، لو كبير اكله كبيره فاخد واحده بالمره. لان انا البصل الصغير قوي ده انا ما بحبوش بصراحه قوي. نضفت الدنيا كده من حواليا، وبعد كده ايه، اروح اسخن كده الطاسه بتاعتي او الطاجن اللي انا هعمل فيه، واحطه كده على النار. انا كان بصراحه كان في حبه ميه فكنت عاوزاهم ينشفوا، فولعت عليهم النار. بعد كده اول ما نشفت تماما هنزل بالزيت بتاعي. تقدري انا عشان عايزاها اعملها صيامي فحطيت زيت. انتي حابه تحطي سمنه حطي، حابه تحطي زيت على زبده حطي، الماده الدهنيه اللي تحبيها وتريحك ومتوفرة معاكي حطيها. انا زي ما قلت لكم حبيت اعملها صيامي فاستخدمت زيت، فعشان كده عملتها. بس عايزه اقول لكم طعمها كان جبار وما تفرقيهاش عن اللحمه، حلوه قوي قوي. بعد كده حطيت كده ايه الزيت يسخن، واول ما يسخن معايا هنزل بالبصل بتاعي، وهنفضل نشوح فيه شويه كده حبه حلوين. انا مش عايزه البصل بتاعي يحمر خالص، انا عايزاه بس يدوب ان هو يغير اللون بتاعه، يعني ياخد اللون الاصفر كده. وهنزل بعد كده بال... بالفول الصويا بتاعي. طبعا فول الصويا زي ما قلت لكم احنا بننقعه من قبلها، يعني قبل مثلا تكوني هتبدأي كده هنقعي فول الصويا قبلها كده بربع ساعة، علشان يستوي معاكي ويكون حلو، كمان ينفش معاكي ويرمي كمية حلوة. مينفعش نحطه على الناشف هيجلد مننا ومش هيكون حلو. شوية مية كده دافيين كده، وحطي فيهم فول الصويا وسيبيهم ربع ساعة بالظبط وطلعيه. ما تحطوش على النار، لا، في ميه عادي، في البوله بتاعتك او في البلاستيكه في حله براحتك، بس ما يتحطش على النار. كبي منهم شويه ميه هتشيل حتى عادي من الحنفيه، مش مشكله. بس ايه زي ما قلت لكم هنحط كده ايه حبه ميه عليه ونسيبه لحد ما يستوي معانا، يطرى معانا شوية وينفش كده. بعد كده هنزل بالبصل بتاعي. نزلت كده بالبصل وهفضل كده اشوح فيه لحد زي ما قلت لكم ايه ما يغير لون. طبعا انا مسرعه الكاميرا فالكاميرا هتظهر لكم يعني الفيديو بيعدي بسرعه، بس انا طبعا مسرعه الكاميرا جدا. وبعد كده ايه اول ما قلت هضيف كده حبة بهارات، ضفت كزبرة وفلفل اسود وبابريكا وتوابل فراخ وسنة من توابل اللحمة، عشان تديني تست اللحمة للبصل. واول ما ضفتهم وقلبتهم كشوية تقليبة كده مع البصل، بعد كده نزلت بفول الصويا بتاعي، وهفضل كده اشوح فيه شوية لحد ما احس انه اتقلب كده مع البصل، وبقى ليه ريحة كده، في ريحة كده حلوة بتطلع. بعد كده هنزل بالصلصة بتاعتي، عشان انا هعمل الحشو المرة دي بالصلصة، مش يعني مش هينفع تحشيه غير بالصلصة، تحطي صلصة يعني عليه. مش هينفع يعني نعملها بالوايت صوص ولا اي حاجه، لا لازم صلصه حمراء بطماطم. هنزل كده بكيس طلعته من الفريزر، وهنزل عليه. طبعا لازم نملح فول الصويا الاول هو كده قبل ما نضيف الطماطم، عشان الفولايه نفسها تتملح، ما يكونش طعمها الصلصه متملحه والفوله نفسها مش متملحه. هسيب الصلصة بتاعتي لحد ما تتسبك كده خالص وتعيش حياتها كده مع نفسها زي ما انتوا شايفين. وتعالوا بعد كده ايه حطيت مية كده اسلق فيها المكرونة.
بعد كده هنا هعمل بعد كده صوص البشاميل الابيض، عشان اعمل له كده ايه طبقة كده ايه من بره، علشان تكون حلوة كده، يعني بتدي تستة حلوة للاكل، عشان برضو تكون كده بشاميل حلوة. حطيت كده المكرونة الفرن بتاعتي، حطيتها كده، دول حوالي نص كيلو، يعني انا باجي اعمل في الكيس بعمل نص كيلو، او نص كيلو ناقص شوية، يعني الكيلو بعمله على 3 مرات، عشان ممكن ناكل في الصينية ناكل فيها يومين، لان احنا بنحبها. بس دي كانت اول حاجة ايه انا عملتها معاكم. هسيب المكرونة كده تعيش حياتها كده على النار، وتعالوا نعمل كده ايه صوص البشاميل. انا هعمله برضو بزيت، عشان زي ما قلت لكم انا عاملاها صيامي، فهعمل كل حاجة النهاردة بزيت، مش هستخدم اي سمنة ولا اي مواد دهنية غير الزيت بس. في كل حاجة كمان، يعني في اي حاجة انا هستخدمها زيت هتكون زيت. بس حطيت كده الزيت بتاعي، آه بس كان في مقطع كده اتشال بصراحة. انا حطيت شوية زيت، بعد كده نزلت عليهم بالدقيق، حمرتهم شوية وقلبتهم، بعد كده نزلت عليهم بالمية وفضلت اقلب، وما ضفتش ولا اي حاجة غير سنة ملح صغيرة ومكعب من المرقة ورشة فلفل اسود، عشان انتوا زي ما متعودين معايا ان انا كائن بيحب الفلفل الاسود جدا، وما يقدرش يستغنى عنه ابدا 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 بجد. بس دي الحاجات اللي انا ضفتها، وزي ما انتم شايفين الصوص بتاعي العصاج بتاعي بقى خطير جدا، وعايزه اقول لكم طعمه كان تحفه بجد، يعني روعه روعه. جربوا الطريقه دي وبجد هتدعوني. سويت كده البشاميل بتاعي وجهزت، وحطيت كده المكرونه بتاعتي في الطاجن ده، عشان انا هقدمها بنفس الطاجن، مش هقدم في حاجه تانية، هو نفس الطاجن انا هقدم بيه. فبحب لما اكون هعمل مكرونه بشاميل ويعني وكده، فبحب اقدمها، لو هقدمها في نفس الطاجن بحب احطها في طاجن كده بايركس، بيكون شيك حلو حلو كده على السفره، ويعني بيكون حلو في التقديم. بس هنزل كده بالصوص بتاعي، وابدا كده افرط كده في المكرونه واقلب فيها لحد ما ايه احط يعني ايه بقى الكميه بتاعتي وكده. طبعا صواني البايركس لازم ناخد بالنا طبعا ما نحطهاش على ميه هي سخنه، عشان ما تفرقعش وما يكونش فيها ميه كتير وفي الارض وكده في القعر بتاعتها، وندخلها الفرن تفرقع مننا. ناخد بالنا، يعني خسارة الحاجة مش هنعرف نعوضها دلوقتي في غلاء الاسعار اللي احنا فيه، فالحاجة نحافظ عليها على قد ما نقدر. بس نزلت بعد كده بباقي الكمية بتاعتي، وافضل كده ايه اقلب فيها واظبط كده العصاج بتاعي. تقدري لو معاكي فلفل حطي برضو، قطعي كده بعد ما تسويه، لو انتي بتحبي الفلفل سبايسي او بتحبي المكرونة سبايسي. انا اوقات بعملها واوقات لا، بس المرة دي قلت لا كفاية كده العصاج، وعشان يعني العيال وكده هياكلوا منها، ما تأذيهمش في بقهم وكده، انها تكون حرقة قوي، والفلفل اللي كان معايا كان حامي قوي قوي، وبصراحة مش هيستحملوه. ظبطت كده المكرونة بتاعتي، وهسويها كده، وبعد كده هنزل عليها بالعصاج زي ما انتم متفقين معايا. انا كنت مسخنه الفرن كده من قبلها علشان ادخلها على الفرن على طول، علشان ما تغيبش معايا في السوا، عشان الفرن بتاعتي ايه مش افضل حاجة. حطيت كده باقي الكمية بتاعتي كلها اللي اتفضلت معايا، هضيفها كده واحطها و وهقلبها، وبعد كده اسويها واحطها كده في الفرن. طبعا المكرونه بتاعت البشاميل، المكرونه نفسها المفروض ما تتغسلش. ليه ما تتغسلش؟ علشان لو غسلتيها النشا بتاعها هيفك، فلما تيجي تقطعيها مش هتطلع الخرطة كده بخرطتها، هتبقى سايبة كده وفكة من بعضها. فالمكرونة لازم مكرونة البشاميل متحطلهاش زيت وما بتتغسلش، ما بتتغسلش خالص كمان. يعني انا بصفيها بس في كده في المصفى وما ما بغسلهاش. لكن اي مكرونه تانية لازم طبعا نفردها، نغسلها ونفردها ونحط عليها زيت وكده. لكن مكرونه بشاميل احنا اصلا عايزينها تمسك في بعضها، عشان لما نيجي نطلعها ما تبقاش مفلوله مننا وما يكونش شكلها افضل حاجه، لا تكون كويسه وتطلع كده ايه الخرطه كده بخرطتها، وتكون طعمها كده حلو.
بس دي هضيف بعد ما سويتها، هضيف كده خلطة البشاميل زي ما قلت لكم عليها صوص الابيض. تقدري لو انتي مش حاسة نفسك مش هتعرفي تظبطيها كويس، تجيبي كيس البشاميل اللي هو من ماجي ده الجاهز وحطيه، وضيفي عليه المية بتاعته، قلبيه وحطيه، بيطلع حلو. لو انتي مش حابة تعملي بالدقيق او مش متوفر معاكي الدقيق، يعني ما توقفيش نفسك على حاجة. خلي يعني شغلي كده دماغك واستخدمي كل حاجة من حواليك. لو مش معاكي دقيق ومش معاكي خلطة البشاميل، اسلقي بطاطساية كده وحطيها على النار وهرسيها، وبعد كده رصيها كده على الطبقة ورشي عليها فلفل اسود وكزبرة من فوق. طبعا ظبطي بهاراتها الاول في الطاسة، بعد كده سويها ورشي من فوق شوية مثلا كزبرة فلفل اخضر قطعيه ودخليه فيها، وهي حطيها في الفرن. عايزه اقولك تاخد وش ويطلع لك محمر، هيكون طعمها جبار يعني. برضو انا بعمل دي وبعمل دي، ما توقفيش نفسك على حاجه. جربي في حاجه صغيره. لو انت حاسه انك الحاجه دي ممكن اللي معاكي ما يقبلوهاش، جربيها الاول في حاجه صغيره، شوفيهم هم هيحبوها ولا مش هيحبوها. لو محبهاش خلاص ما تعمليهاش تاني، لا حبوها خلاص نكررها تاني وكده. حطيتها بصوا شكلها في الفرن، عايزه اقول لكم كانت تحفه وكان طعمها جامد بجد. طلعت جنبيها خيار كده وطماطم وشوية مخلل، وده هيكون الأكل بتاعنا، وده كان اليوم بتاعنا. يعني اليوم ده مكلفنيش 15 جنيه، 10 جنيه كيس مكرونة، وال5 جنيه فول الصويا، والطماطم كانت عندي وبس. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، اشوفكم في